واش عمرك وقفتي وشفتي السماء عامرة بالسحاب وسولتي راسك شكون كيسوق هاد الغيوم وفين غادين؟ وعى السحاب ماشي غير منظر زوين، راه معجزة ربانية دقيقة بزاف. كل شي كيبدا من الماء، الشمس كتسخن البحار والوديان، والماء كيتبخر وكيطلع للفوق، ولكن ما كيبقاش غير بخار. في الفوق في الجو كيتلاقى مع البرودة وكيبدا يتحول لقطيرات صغار بزاف وكيتجمعوا حتى كيتكون السحاب. ولكن واش عارف، ماشي كل سحاب كيطيح الشتا. كاين سحاب خفيف بحال السيرس كيبان رقيق بحال الخيوط وما فيه حتى مطر، وكاين سحاب متوسط ألتو كيعطي غير إشارات أن الجو غادي يتبدل. أما السحاب اللي خاصك تخاف منه شوية هو كوميلونيمبوس، سحاب كبير طالع الفوق بزاف كيكون عامر بالطاقة والعواصف، وهاد السحاب بالضبط هو اللي يقدر يبدل الجو في دقائق من شمس هادئة لعاصفة قوية. دابا السؤال المهم، علاش مرات كتطيح الشتاء ومرات الثلج ومرات البرد؟ الجواب كاين في الحرارة ديال الجو. إلا كانت الطبقات ديال الجو دافئة، القطيرات كيبقاو ما وكيطيحوا شتاء. إلا كان الجو بارد بزاف كيتجمدوا وكيطيحوا ثلج. وإلا طلعوا طاحوا بزاف ديال المرات وسط السحاب كيكبروا ويتقساو وكيوليو برد، حبات صغار ديال الثلج القاصح. وكل هاد الشيء كيتنظم بدقة عجيبة، بحال إلا كاين نظام خفي كيسير كل قطرة فين تمشي وفاش تطيح. الشمس، الحرارة، الرياح، كل شيء خدام بتوازن عجيب، وإلا تبدل غير عنصر واحد تقدر توقع كوارث. ودابا ملي تشوف السحاب فوق راسك ما تبقاش غير كتشوف منظر، راه كتشوف نظام رباني دقيق كيقرر واش غادي تعيش يوم عادي ولا عاصفة تقلب كل شيء.